للكونفرنس الثاني لمجلس المرأة في البلديات شمال شرق سوريا تحت شعار المرأة المجتمعية هي ضمان لبناء البلديات الديمقراطية. تاريخ 28/2025 تم عقد الكونفرنس الثاني لمجلس المرأة في اتحاد البلديات شمال شرق سوريا وبحضور ممثلات عن التنظيمات النسائية ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية ومجلس العوائل الشهداء وكافة ممثلات المرأة في المؤسسات، وبحضور 150 ممثلات عن بلديات شمال شرق سوريا، حيث تمت النقاش بشكل موسع حول عمل البلديات ودور المرأة في بناء بلديات ديمقراطية إيكولوجية مؤمنة بحرية المرأة، وعلى أساسها كانت المخرجات كالتالي: 1. المصادقة على النظام الداخلي لمجلس المرأة في البلديات. 2. العمل والنضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية لقائد عبد الله أوجلان. 3. العمل على أساس مانيفستو السلام والمجتمع الديمقراطي وتفعيل علاقة الكومينات مع البلديات. 4. العمل على أساس برنامج مجلس المرأة في المقاطعات والإقليم. 5. الاستمرار في الحملات التوعية للشعب. 6. الاستمرار في عقد الاجتماعات الجماهيرية لتعريف النظام الداخلي لمجلس المرأة ونقاش المشاريع الخاصة بالمرأة. 7. الاستمرار في حملات النظافة والتشجير ضمن جميع البلديات. 8. افتتاح دورات فكرية ومسلكية للمرأة في جميع أقسام البلديات. 9. تنشيط الإعلام بشكل أكثر في تخصص بأعمال المرأة ضمن البلديات والمشاريع المخصصة بها. 10. زيادة توطيد العلاقات بين مجالس المرأة في جميع البلديات شمال شرق سوريا وأحياء